ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض زي ما انتم شايفين هنعمل محشي مشكل على شوربة بط طبعا، وهنعمل الجلاش اللي انتم شايفينه ده جميل جدا وسهل ومورق وطعمه تحفة خالص. اول حاجة هعملها طبعا هعمل الشربات عشان اخلص منها واسيبها تبرد عقبال ما نعمل المحشي بتاعنا. فالشربات عبارة عن كوباية ونص سكر، عليهم كوبايتين مية، ومعلقة عسل جلوكوز حلوة مش بتخلي الشربات يسكر منك. يبقى انا حطيت كوباية ونص سكر عليهم كوبايتين مية، واول ما يغلي طبعا بنحط عصرة الليمونة بتاعتنا، ونكون حطيناه كده على النار وخلصنا منه وخلصنا من الشربات، ويبرد بقى مع نفسه عقبال ما نخلص المحشي بتاعنا ونعمل طبعا الجلاش النهاردة الجميل اللي هتشوفوه معانا بطريقة مختلفة وحلوة خالص. خلاص كده حطينا الشربات على النار، هنفضي طبعا الحاجة اللي احنا جبناها من السوق، شوية جوافة وشوية برتقان، وطبعا المحشي بتاعنا اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة. انا ملقتش طبعا بتنجان ابيض صغير، فاضطريت اجيب الكبير وهقسمه طبعا على نصين. انا نادرا لما بلاقي بتنجان ابيض صغير، دايما يا رفيع زيادة عن اللزوم حتى يعني ارفع من المقوار، يا اما كبير زي ما انتم شايفين كده، وانا صراحة بحبه صغير فاضطريت اجيبه واعمله نصين. جبت كوسة وفلفل، بتنجان ابيض وبتنجان اسود. وكمان هننضف الخضرة بتاعتنا عشان لما نيجي نغسل الحاجة نغسلها كلها مرة واحدة. طماطم، وهنغسل الفلفل والكوسة والبتنجان الابيض والاسود، وكمان الكوسة قصدي الخضرة كمان بتاعتنا، بحطهم في شوية مية وخل وانقعهم واغسلهم كلهم مرة واحدة. فكده احنا بننضف الخضرة بتاعتنا عشان هنعمل طبعا المحشي على البط. عارفين طبعا شوربة البط بتبقى حلوة ازاي، والمحشي بيطلع جميل ازاي لما يكون طبعا فيه شوربة البط بتاعتنا، بيبقى جميل وطعمه تحفة والله. حتى لو بشوية مية برضه بيطلع حلو وجميل. عملناه مع بعض قبل كده بمية بس وكان حلو خالص، بس عملنا محشي كرنب، كان حلو جدا من غير. لو انت ما عندكيش لحمة، ما عندكيش بط، ما عندكيش فراخ وعايزة تعملي محشي، اعمليه بشوية مية. عملت شوربة من غير لحمة ولا اي حاجة، هسيب لكم طبعا الفيديو بتاعها في شاشة النهايات. شوفوا الشوربة من غير ولا لحمة ولا اي حاجة، بيطلع طعمه كمان جميل جدا. بس طبعا النهاردة عندنا بطاية فقلنا ندلعهم بقى ونعملهم شوية محشي جنبيها. ادي كده الخضار اهو بنغسله، بحط كله في شوية مية وخل. انا اي حاجة بجيبها بغسلها بنفس الطريقة لمدة 10 دقايق كده، واروح نقعاهم واروح غسلاهم على طول. كده بضمن ان الحاجة بتاعتي اتغسلت ونضيفة. طبعا على قد ما بنقدر بنغسلها كويس. ادي البتنجان طبعا الابيض كبير جدا فشكله رخم، بس طبعا احنا هنقطعه 2 عشان نخليه صغير شوية. والكوسة طبعا لازم تتغسل كويس لانها بيبقى فيها رملة. طبعا اول حاجة هنعملها هنغسلهم، وبعدين طبعا ايه هنعمل نقورهم طبعا ونقطع الخضرة، وهنعمل خلطة المحشي الجميلة بتاعتنا اللي احنا متعودين نعملها. احنا عملنا خلطة المحشي كذا مرة مع بعض. طبعا خلطة محشي طماطم وبصل كتير وتوم، وبنمونها وبنخليها طعمها حلو خالص. تعالوا نشوف بقى البطاية والتتبيلة اللي احنا هنعملها للبطة. كده احنا غسلناه وقورناه وخليناه جاهز على الخلطة. وده الفلفل، بشيل الغطيان بتاعة الفلفل وارجع احطها تاني، بتدي شكل جميل للفلفل لما تيجي تغرفيه. واول حاجة هعملها طبعا هعمل التتبيلة بتاعة البطاية. البطة طبعا نحشيها بصل وعليه رشة فلفل اسود ورشة ملح، وتدبلي البصلة جامد وتحشي بيها طبعا البطاية بتاعتك، بيبقى طعم البطة جميل جدا وريحتها تحفة. ممكن تحشي بيها بقى الفراخ البلدي، بتبقى طعمها برضه حلو خالص. يبقى انت تجيبي بصلاية تخرطيها زي ما انت شايفة، تحطي عليها شوية فلفل حلوين كده، وتظبطي الملح بتاعها وتفضلي تدبليها خالص لحد ما تنزلي المية اللي فيها. ادي رشة الفلفل الاسود وادي شوية الملح، ونفضل ندبلها لحد ما تدبل خالص، وبعدين نحشيها في البطة. خلاص كده البصلة بتاعتي دبلتها زي ما انتم شايفين، هنحشي بيها البطة. زي ما قلت لكم عايزين تعملوا المحشي من غير شوربة، قصدي من غير لحمة او فراخ او بط او اي حاجة، بينفع وبيطلع طعمه حلو وجميل. كل حاجة شغالة معانا، بس طبعا طالما في بطة وجدت البطة لازم نوجد المحشي معاها.
جبت طبعا حلة الضغط اهي، هحط فيها ايه عشان اسلق البطة. هحط طماطمايه وبصلايه وجزرايه صغيرة وكام فص توم كده 3، والورق اللوري بتاعي، وطبعا فلفل اسود ورشة حبهان عشان نسلق البطة بتاعتنا. نحط بقى شوية المية وندخل البطة تلت ساعة وتسيب البخار فيها تستوي. طبعا لو حلة عادية يعني هي هتطول طبعا شوية، لكن انا لما ببقى مستعجلة زي ما انتوا عارفين بنزل الحلة المنقذة دي واحط فيها اذا كان الفراخ او البط. خلاص كده حطيناهم على النار وادي الشربات خلص. هعمل الخلطة بتاعت المحشي اللي احنا متعودين نعملها، وانا كل شوية بعمل المحشي كذا مرة وعملناه مع بعض كتير. طبعا الخلطة بتاعتنا زي ما احنا متعودين، بنجيب 4 بصلات حلوين كده ونخرطهم تخريطة حلوة، نحط عليهم رشة الملح، واول ما يدبل ننزل عليهم بالزيت. انا بعمله بالزيت. خلاص كده البصلاية بتاعتنا اتحمرت، هتروحي حاطة طبعا شوية توم حلوين. لازم تموني الخلطة بتاعت المحشي عشان هيديكي طعم محشي رهيب جدا وطعمه حلو. نخش بقى على التوابل، شوية فلفل اسود حلوين كده، انا بحب احط فلفل اسود كتير في الاكل، وطبعا كمون التوابل بتاعتنا، وهنحط كزبرة وجنزبيل، وادي الكزبرة بتاعتنا اهي وجنزبيل طبعا، وكمان رشة بابريكا. يبقى احنا ايه، اول ما البصلة تتحمر هننزل عليها بشوية توم حلوين كده، مش فصين 3 لا، كتري شوية التوم. وهننزل طبعا بالبابريكا بتاعتنا، وادي التوابل بتاعة المحشي، وتقلبي تقلبتين كده مع البصل. اول ما تشمي ريحة التوابل والتومة كده تقلبيهم شوية، تروحي نازلة عليهم بالطماطم. هنقلب طبعا لحد ما نخلي التومة ريحتها تطلع. هتاخدي احلى خلطة محشي. حطي شوية طماطم حلوين كده اهم، وكده نكون عملنا الخلطة بتاعة المحشي بتاعتنا. هنقلب طبعا الطماطم مع البصل مع التوم مع التوابل. ولو ما عندكيش كيس صلصة تجيبي حتة البنجر دي هتحمر لك الصلصة بتاعتك، وجميلة طبعا. وهو البنجر طبعا فيه فوائد كتير. انا لما مبقاش عندي صلصة بحط حتة بنجر في الطبيخ او في المحشي بتاعي ده، بتحمر لي الصلصة بتاعتي، لان الطماطم بره دلوقتي مش حمرة قوي، حتى شايفينها في الحلة لونها فاتح شوية، فالبنجر هيخليها تغمق سنة. يعني طبعا لازم المحشي كده يطلع احمر وزي الفل. وطبعا نحط الملح بتاعنا، وادي البنجر بتاعنا زي ما انتم شايفين. وهنسيب الخلطة بتاعتنا تتسبك، وعقبال ما تتسبك طبعا هنروح نعمل ايه، نعمل الجلاش بتاعنا الجميل. يلا بينا. انا جبت طبعا لفة جلاش، طبعا عملنا الشربات مع بعض اول حاجة. وطبعا انا النهاردة هدهنه سمنة وزبدة، ينفع سمنة وزبدة، ينفع زبدة وزيت، اي حاجة. وادي الشربات اللي احنا عملناه، وهنزينه طبعا بالكريم شانتيه وسكر بودرة، لان انا بجيبه خام عشان احط السكر اللي انا عايزاه. طبعا اول حاجة هعملها هفتح الجلاش عشان اقطعه التقطيعة اللي هتشوفوها، ولا تدهنيه بين الطبقتين ولا اي حاجة، مش كل ورقتين تمسكيهم وتدهنيهم، لا، ده انت هتجيبي اللفة وتفرديها مرة واحدة وتقطعيها وترصيها في الصينية. طبعا هي اللفة كانت متبهدلة شوية، بس انا طبعا اتعاملت معاها، لان ساعات بيجي الجلاش مش سليم وفي ورق كتير منه متقطع. هنقطعها زي ما انتم شايفين كده بالطول، ونقطعها طبعا بالعرض مربعات صغيرة، وهنرصها في الصينية. ادي شايفين كده قطعناها بالطول كلها. هنقطعها طبعا بالعرض زي ما انتم شايفين، ولا ندهن ولا اي حاجة، سهلة جدا، حلو سهل وسريع. وهو جلاش اصلا اسهل حاجة تعمليها لو مستعجلة وعندك حد جاي على السريع، تروحي عاملة لفة جلاش كده صينية وعليها شوية الشربات، سهلة جدا وطعمها حلو خالص. خلاص قطعناها، هندهن الصينية بتاعتنا اهو ونرص فيها الجلاش بتاعنا. بصوا ازاي بقى هنرصه. هنمسك كل واحدة ونتنيها ونحطها في الصينية. طبعا هنخلي الحتة المتبهدلة دي اللي فيها جلاش متقطع من جوه، شايفين هي من تحت متبهدلة ازاي، تتمليها على 2 وتدخليها في الصينية على طول. وطبعا كمية الورق اللي انتوا شايفينها دي اللي متقطع، الرقات دي مع بعض هي دي بقى بتطلع مورقة، وفي الاخر هتشوفوا ازاي هيطلع الجلاش بتاعكم مورق. سهلة خالص، ولا هندهن ولا اي حاجة، وهنحط السمنة في الاخر على الصينية كلها.
طبعا انا بحاول الم المتقطع وادخله من جوه، مش هرميه طبعا، وهيدخل طبعا في الورقة واحنا بنطبقها. سهلة خالص الطريقة بتاعت الجلاش دي، وبيطلع جميل خالص ومورق معاكي. شايفين بقى؟ تعملي كل الجلاش بنفس الطريقة وترصيه نفس الرصة في الصينية. سهلة خالص. تكوني طبعا محضرة السمنة بتاعتك او الزبدة، او سمنة على زبدة، اي حاجة انتي هتدهني بيها الجلاش بتاعك. كده احنا خلاص عملناه في الصينية كله. شايفين بقى شكله ازاي؟ نلم بقى اللي احنا عملناه ده اهي، ونكب عليهم شوية السمنة على طول والزبدة. سهلة خالص وجميلة، وهيطلع مورق معاكي وما تخافيش. مش هتقولي مثلا مش هيورق، لا هيورق معاكي ويطلع زي الفل، عن تجربة يعني. بس كده دينا سقينا الشربات ايه، سقينا الجلاش السمنة. هندخله الفرن ونيجي نعمل الكريم بتاعنا مع بعض. كريم شانتيه طبعا انا جايباه خام. هنحط السكر على حسب الرغبة، انا حطيت 3 معالق سكر بس. طبعا عندنا شوية مية ساقعين كده، وهنضرب الكريم شانتيه بتاعنا. كل ده والخلطة بتاعتنا بتتسبك على النار، ومجهزين المحشي بتاعنا. بس قلت اعمل لهم حلو في النص كده بالمرة بقى واحنا واقفين في المطبخ. هننزل طبعا بشوية مية ساقعين، ونضرب الكريمة بتاعتنا لحد ما تتماسك خالص وما تنزلش من الطبق. كده تضمني ان هي تفضل ماسكة معاكي ومتماسكة، مش هتفك حتى بعد ما تستعمليها بعد كده. شايفين؟ تقلبي الطبق ما تقعش خالص، كده تطلع ناجحة معاكي. خلاص كده نفضيها في الكيس بتاعنا ونحطها في التلاجة. لما يبرد الجلاش هنزينها مع بعض. مينفعش تحطيها طبعا على حاجة سخنة لانها هتسيح طبعا وتفك معاكي. بعد ما الحاجة تبرد خالص تروحي مزينة بيها اللي انتي عايزة، سواء كيكة او او جلاش او اي حاجة هتزيني بيها. هنفضيها طبعا ونحطها في التلاجة. وبعد كده نروح نشوف خلطة المحشي بتاعتنا زمانها اتسبكت، ونحط الرز طبعا والخضرة بتاعتنا. خلاص اهي خلصناها، نسيبها بقى في التلاجة ونرجع نشوف طبعا المحشي وموال المحشي بتاعنا. ادي الخلطة بتاعتنا اتسبكت، هتشوفوا شكلها طبعا، والبنجر خلى لونها احمر طبعا وغامق. وهننزل طبعا بالرز بتاعنا وشوية الخضرة بتوعنا. طبعا انا بحط عليه نعناع ناشف، بس انا الصراحة ما عنديش شوية نعناع، هجيب طبعا واخليه عندي، بيبقى بيدي طعم حلو طبعا للمحشي بتاعنا. خلاص كده خلصنا خلطة المحشي. تعالوا نشوف البطة بعد ما اتسلقت. كده خلاص خلصت الحلة تطلع بخار، نفتحها واحنا مطمنين. لازم نصفي البخار خالص من الحلة قبل ما نفتحها. ولو عايزة تخلي الحاجة بتاعتك تتحمر بسرعة هنطلعها طبعا زي ما انتم شايفين كده، وندخلها الفرن تتحمر على السريع. بتتحمر بسرعة وهي سخنة. نعمل لها حتة طماطماية عليها شوية زيت وسمنة، ورشة فلفل اسود، رشة بابريكا، شوية ملح، وتدهني اذا كان بطة او فراخ عندك او اي حاجة، بيبقى طعمها حلو. وبتتحمر بسرعة وهي سخنة، ما بتاخدش معاك وقت في الفرن. ادي الخلطة بتاعتنا. ممكن كمان حتة صلصة بتدي لون حلو خالص لل... للبطة او الفراخ اللي انت بتدهنيها، وبتدي طعم حلو خالص، اللي هي بتهيألك بقية البطاية من بره. شايفين كده؟ هندهنها، وهسيب حتة طبعا ادهن بيها البطة لما اعدلها طبعا على وشها تاني، وندخلها الفرن ونطلع صينية الجلاش بتاعنا. شايفين؟ ادي الجلاش بعد ما خلص هنسقيه شربات، طالع شكله حلو ولونه جميل ومورق خالص وجميل جدا. نسيبه يبرد ونروح نعمل المحشي بتاعنا. وكمان نروح نعلق على المحشي على النار بتاعنا. شايفين؟ هنحط طبعا محشي ونعلق على النار، وبعدين نروح مع بعض نزين الجلاش بعد ما برد، ونزينه بالكريمة اللي احنا عملناه، وتشوفوا شكل الجلاش عامل ازاي. ادي الجلاش بعد ما برد وشرب الشربات بتاعته، هنزينه طبعا بالكريمة. شايفين شكله حلو ازاي وطالع مورق جدا وطعمه تحفة. جربوها يعجبكم، وسهلة خالص. اسهل حاجة على السريع، عايزة تعملي حلو على السريع تعملي لفة جلاش على طول. شايفين بقى الجلاش بعد ما برد هنزينه طبعا بالكريمة اللي احنا عملناها مع بعض. وادي الكريمة شايفينها متماسكة ازاي، ولا فكت ولا اي حاجة، عشان عاملينها صح من الاول. وادي صينية الجلاش خلصت، طبعا طالع مورق وجميل جدا. شايفين الجمال؟
شكلها جميل جدا وطعمها تحفة خالص، وسهلة جدا وسريعة. يلا بقى نغرف الغدا بتاعنا اللي خلص النهاردة. عملنا طبعا المحشي بتاعنا، وعملنا البطاية والجلاش اللي انتوا شايفين الجميل ده. ادي الجلاش بعد ما غرفناه طبعا، شكله حلو جدا وطعمه خطير خالص وسهل جدا. وادي المحشي المشكل اللي عملناه مع بعض، عاملين كوسة وفلفل وفلفل وبتنجان ابيض وبتنجان اسود، وطبعا حطينا الغطا طبعا بتاع الفلفل بيدي جمال طبعا لشكل الفلفل. ايوه هو ده. طبعا بنشيل البذرة بتاعته. وكمان عملنا البطاية اللي محشية طبعا بالبصل، طعمه وريحة جميل جدا، وحمرناها بسرعة وهي سخنة، طالع لونها زي ما انتم شايفين جميل ازاي. طبعا النهاردة الغدا بتاعنا خلص، اللي هو البط والمحشي وكمان الحلو الجلاش. أكلة جميلة جدا وحلوة. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.